بغيت نشارك معكم هاد لاطارت اللي درت في عيد الميلاد ديال ولدي بلا فران، غير في المقله، وكتجي ساهله وزوينه. غندوزو للطريقه. واحد 10 ديال التمرات اللي درتهم مع كاس ديال الحليب يكون سخون، كنخليهم واحد شويه ومن بعد كنطحنهم مزيان. ضفت ليهم 2 بيضات وجوج معالق ديال الكاكاو وفاني وخماره وشويه ديال الملح، ومن الاحسن يكون الكاكاو المر. وضبط الطحين بشويه بشويه، هزات ليا كاس ونص ديال الطحين، المهم تكون خفيفه. صافي درتها في المقله اللي لبست لها انا القريطه ديال الطبخ. اللي عندكم ما كتلصقش يعني غير دهنوها. صافي على نار مهيله غطيتها حتى طابت. ها نتوما كتشوفوا كتجي كنقلبها كتجي ساهله. كنحيد لها داك القريط وقسمتها على جوج، ودرت من هاد الجينواز 2 مرات، يعني نفس المقادير على 2 مرات. صافي. ومن بعد دزت لاكريم اللي خديت كريمه السائله اللي طربتها شويه مع شويه ديال الملحه، وضفت لها معلقه ديال الحليب غبره ومعلقه ديال الكاكاو المر وجوج معالق ديال الجبن عفوا، وواحد 2 ياغورت كريمي. صافي كنخليها جاني حتى كتبرد، وكندوز الجينواز ديالي كندير طبقات، كنسقيهم بعدا بالحليب اولا بالسيرو باش ما بغيتو. كندير لا كريم وكنبقى غادا هكا طبقات حتى كنسالي. كنغطيها كامله بلا كريم وكنخليها تبرد، وكنعاود نقاد ديك لاكريم باش تجينا الطبقه ديال الكارناش زوينه. دوبت الشكلاط وضفت معاه ياغورت ديال الشكلاط وشويه ديال اللوز مهرمش، صافي باش يعطينا هذوك الحبيبات كيجيو زوينين. غطيتها كامله مزيان وزوقتها بيغميسيل من الجناب، ودرت ليها وريضات كديكور والبسكوي اللي طويل. وانتم الزين كيبقى لكم اللي موجود، وبالصحه والراحه.